احسن باك رايت في مصر حاليا انا بشوف 2 يعني هم اكيد الشيبي رقم 1. لا انا مش دعوه بالمحترفين، انا بتكلم على عشان مصر. محمد هاني لعيب منتخب مصر، لعيب دولي، لعيب طيب. اساسي. مفيش حد بينافسه، محدش بينافسه. ايه الميزه؟ انا كنت هقول كده برضو مع ايه الميزه اللي شايفها في محمد هاني كباك رايت بيتمتع بيها عن كل الباكات رايت اللي موجودين في الدوري؟ عنده شخصيه في الملعب، بيعرف. انا كلمني المهاره، عايز اتكلم عن المهاره. ما انا بقول لك، ما الشخصيه دي بتدي لك ان هو بيعرف يرقص ولا ما بيعرفش يرقص، بيعرف يقف ولا ما بيعرفش يقف في الملعب. طب انت كنت بادئ صح، يعني انت قلت الباك اليمين الاحسن في الدوري المصري هو محمد الشيبي ولا خلاف عليه طبعا، واحسن باك يمين في افريقيا من وجهة نظري كمان، مش في الدوري المصري بس. لكن لما تيجي تقول احسن باك يمين في الدوري المصري محمد هاني، دي بالنسبة لي دي يعني معلومة غلط جدا. محمد هاني اساسي اصلا في منتخب مصر عشان هو بيلعب في النادي الاهلي. محمد هاني لو مش في النادي الاهلي مش هيشم منتخب مصر اصلا، ولا هيروح منتخب مصر بالمستوى اللي هو بيقدمه، او ممكن يكون بيقدم مستوى دلوقتي كويس لكن مش احسن حاجه. وباك يمين ما يليقش على النادي الاهلي خالص، ومن وجهه نظري النادي الاهلي لازم يدور على باك يمين كويس قوي. هتقول لي مفيش باكات يمين في الدوري المصري، لا في باكات يمين كويسين قوي في الدوري المصري زي كريم العراقي في النادي المصري، واحمد عيد، وكمان علي فوزي. فالثلاثه دول انت واحمد هاني كمان، يعني انا نسيت برضو احمد هاني اقوله، احمد هاني اللي هو سيراميكا. فالاربعه دول عندك في الدوري المصري اهو كويسين قوي، واحمد هاني في المنتخب العسكري، وكريم العراقي برضو انضم للمنتخب قبل كده، وعلي فوزي كان المفروض ينضم للمنتخبات سواء الاول او الثاني في المعسكرات اللي فاتت. ففي لعيبه كويسه قوي باكات يمين. وانا من وجهة نظري محمد هاني لا يستحق ان هو يلعب في النادي الاهلي اصلا الفترة دي ولا الفترة اللي فاتت. ففي ناس كتير قوي ان تقدر تلعب في منتخب مصر وتقدر كمان تلعب في اندية كبيرة. طبعا النادي المصري نادي كبير، عشان بس ما حدش يجي يتكلم معايا يقول لي اصل كريم العراقي او احمد عيد بيلعبوا في المصري. ما هو ده انا عارف ان هو نادي كبير، لكن هو بيسأله مين احسن باك يمين في الدوري المصري، هو قال محمد هاني عشان هو بيلعب في الاهلي وهو بيلعب في منتخب مصر اساسي. لو محمد هاني بقى ما بيلعبش في الاهلي كنت هتقول محمد هاني برضو. لو محمد هاني هعيدها تاني، لو محمد هاني ما بيلعبش في الاهلي مش هيروح منتخب مصر. واحمد هاني بتاع سيراميكا او كريم العراقي او احمد عيد بيلعبوا في الاهلي او الزمالك كان هيروح منتخب مصر عادي جدا وهيلعبوا اساسي كمان.